هلا، السلام عليكم. شلونكم حبايبي؟ أني أم مسراء وياكم. والله عجبني يعني كلها مواضيع، يعني نشوف كلها على اليوتيوبات، يعني على اليوتيوب نشوف الأكل، ويعني صارت عندنا روتين ملل. فحبيت يعني أحكي وياكم. يعني واحد من يصلي، يعني يسبح ويحمد رب العالمين، ماكو بيت خالي من المشاكل. فحبينا يعني نستطلع على أشياء، يعني وبدي بنوتاتي بناتي يعني شعتن بتعليقاتي كتبوا لي مثلا يقول أنا شعتن. ما نريد نقول نطلع أسرار، بس واحد يحب يفضفض ويسولف. يا ريت يعني لو حبينا مثلا واحد عنده مشكلة، أو من أبنائي وبناتي مثلا شلون نتجاوزها، شلون مثلا وحدة مثلا مثلا حبت شخص أو تريد شخص، أو أهلها وأبوها وأمها أخوانها، شلون يعني خلافه شلون توصل الفكرة إلهم، نتناقش بيها. فلو حبيت تكتبوا لي يعني هاي الأشياء، أحب أنا عندي هاي الأشياء خبرة، مثل ما يقول عندي بنات وعندي أولاد، فيعني دائما أحل المشكلة. وهذا يعني حل المشكلة تقرب إلى الله، يعني كله لو يعني مثلا نسبح أو نصلي صلوات أو ندعي، أو مثلا عندنا مثلا نحلها بيننا وبين شخص قريب علينا، وأني اعتبروني مثل أمكم. فحبيتك تقولي بالتعليقات. شكرا حبايبي الحلوين، بعدنا إن شاء الله منا وهيك شي إحنا نتكلم ويا أعز الحبايب. أنتم مشكورين.